مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتسي الدوري الانجليزي. فيديو النهارده عن وايلد كارد مقترحه للجوله الخامسه لكل واحد فاتح الوايلد كارد او ماكتيفه اوريدي في الجوله الخامسه. وزي ما شفنا الفيديو اللي قبل ده كان عن انسب ميعاد للوايلد كارد في الدور الاول من وجهه نظري الشخصيه، وهي الجوله التاسعه. لو انت ما اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه بعد الفيديو ده، هتعرف ايه هي اسباب اختيار للجوله التاسعه كانسب جوله تقدر تعمل فيها وايلد كارد في الدور الاول. ولكن الفيديو ده انا بستهدف فيه الناس اللي اوريدي فتحت وايلد كارد في الجوله الخامسه وهتدخل الجوله الجايه وهي ماكتيفه الوايلد كارد. هشرح لك مين هم اهم 15 لعيب محتاج ان انت تبص عليهم ورهانات كويسه، سواء على الشورت تيرم المدى القريب او على اللونج تيرم المدى البعيد. يلا بينا. اول مركز هنتكلم عنه هو مركز حراسه المرمى، والاثنين حراس هيكونوا نيك بوب نيوكاسل وكامينسكي حارس لوتون تاون. استهداف النيك بوب هيكون عشان ماتشات نيوكاسل السهله جدا، وزي ما اتكلمنا في اول موسم ان ماتشاتهم كانت صعبه وما كنتش بنصح باي حد من نيوكاسل في اول الموسم لحد ما الجدول يظبط. ولكن من اول الجوله الخامسه ماتشات نيوكاسل هتبتدي تظبط جدا، ولو انت بتعمل تغييره واحده فري ترانسفير لحارس مرمى اعتقد ان نيك بوب هو احسن واحد ممكن تشتريه دلوقتي. والحارس الثاني هو كامينسكي، استهدافه هيكون لسبب واحد بس وهو الدبل جيم ويك بتاعهم في الجوله السابعه. طالما انت فاتح وايلد كارد حاول تستفيد اكبر استفاده، لان مفيش واحد هيفكر ان هو يعمل تبديله في حارس مرمى حتى لو عنده دبل. ولكن طالما انت فاتح وايلد كارد تقدر تجيب كامينسكي جنب بوب وتعمل بينهم روتيشن في الجوله السابعه وتستفيد من نقط كامينسكي في الدبل. اعتقد لو عمل سيفز كويسه في الماتشين وطلع بكلين شيت واحد بس على الاقل يقدر ان هو يجيب لك دبل ديجيت، وحتى لو ما طلعش بكلين شيت اعتقد هيكون برضو رقم كويس. بوب وكامينسكي احسن اتنين حراس مرمى لوايلد كارد. بالنسبه للمدافعين اللي هتكون موجوده معانا في الوايلد كارد، اول واحد هو فابيان شار، واستهدافه لنفس اسباب استهداف نيك بوب في حراسه المرمى. ماتشات نيوكاسل هتبقى سهله جدا الفتره الجايه، وفكرت كتير ان انا ادخل تريبيه بديل لفابيان شار، ولكن فرق المليون ونص اداني فليكسابيليتي او مرونه اكتر ان انا اقدر اجيب لعيبه في السكواد اعمل بينها وبين بعض روتيشن على حسب صعوبه الماتشات. الى جانب بدايه التشامبيونز ليج من اول الجوله الخامسه، اعتقد تريبيه في السن ده مش هيقدر ان هو يلعب التشامبيونز ليج والدوري، فممكن ليفرامينتو ياخد دقايق شويه من تريبيه في الدوري، وفابيان شار هيبقى ثابت بعد اصابه بوتمان، ما عادش فيه قلوب دفاع كويسه يقدر ان هو يعمل روتيشن بينهم وبين بعض. فشوف فابيان شار اولى من تريبيه الفتره الجايه وهياخد دقايق اكتر منه. تاني مدافع معانا هو ماتي كاش استون فيلا، ارقامه الهجوميه مرعبه، بيلعب ظهير طاير في نص الملعب. الى جانب الماتشات الكويسه بتاعت استون فيلا خاصه من اول الجوله الثامنه، ماتشاتهم دلوقتي مش احسن حاجه، ولكن تقدر ان انت تعمل روتيشن بين ماتي كاش وبين مدافع تاني على حسب صعوبه الماتشات. كل مشكلته ان الجوله السادسه عنده تشيلسي تقدر ان انت تقعده دكه. المدافع الثالث هو اودوجي من توتنهام، ظهير طاير من ناحيه الشمال، ولعب سولومون الجناح اللي قدامه لاعب فولهام السابق اللي بيلعب دلوقتي لتوتنهام. الراجل ده اثبت نفسه كويس جدا في الماتشات اللي لعبها، واعتقد ان هو هيثبت مكانه، هيفرق جدا مع اودوجي، يقدر ان هو ياخد منه اسيستات. لو ركزتوا في السنين اللي فاتت هتلاقوا ان دايما الظهير بيفرق معاه مين الجناح اللي بيلعب قدامه. كلنا اكيد نفتكر ثنائيه روبرتسون ومانيه، دايما كانوا بياخدوا اسيستات من بعض وجوان من بعض، وطبعا ثنائيه صلاح وارنولد، الى جانب ثنائيه استبانيان وميتوما السنه اللي فاتت والسنه دي في اول الموسم. فدايما الجناح بيفرق قوي مع الظهير اللي بيلعب تحتيه، بياخد منه اسيستات كتير. لو الجناح كويس الظهير اللي بيلعب تحتيه هيفرق كتير. المدافع الرابع هو بيرفز استبانيان، طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه كتير، نسبه ملكيه رهيبه، ولكن بداية اليوروبا ليج من بعد الجولة الخامسة اعتقد ان هي ممكن تأثر عليه نسبيا في الدقايق، ولكن مش كتير. اعتقد ان هو هيبتدي الماتشات بس ممكن يطلع بدري، ممكن يطلع في 70 او 75 دقيقة، فهيكون خد نقط الحضور او الكلين شيت لو موجود، الى جانب امكانية مساهماته في جوان. وزي ما اتكلمنا عن ماتي كاش تقدر ان انت تعمل روتيشن بين استبانيان في الماتشات الصعبة اللي جاية عليها برايتون الفترة الجاية. اخر مدافع معانا هو عيسى كابوريه، 4 مليون، ده المدافع البادجت اللي انت تقدر تستفيد منه ان هو يعمل لك بالانس في السكواد وتقدر تكمل الفرقة بال100 مليون اللي معاك. مدافع كويس جدا من لوتون تاون، واستهدافه هيكون لجولة واحدة بس وهي الجولة السابعة. مش هيفرق معاك كتير قوي وجود عيسى كابوريه غير في جولة واحدة بس، ان انت هتلاعبه في الجولة الدبل هيبقى مختلف جدا، ويقدر ان هو يعمل لك مساهمة في اي ماتش من الماتشين. احسن 5 مدافعين من وجهة نظري فابيان شار، ماتي كاش، اودوجي، استبانيان، وعيسى كابوريه. ثالث مركز هنتكلم عنه هو مركز نص الملعب، وهو المركز الاهم في الفانتزي وهو جوكر اللعبة. نص الملعب هو اهم مركز في الفانتزي، وطبعا هنرشح 5 نص ملعب هنلعب بيهم كلهم في اغلب الماتشات ومش هنعمل بينهم وبين بعض روتيشن.
اول اتنين هيكونوا موجودين معانا هي ثنائيه ماديسون وسون. اغلب الناس معاها ماديسون بس او سون بس، او مفيش معاها حد خالص من توتنهام، ولكن الديفرنشال بتاعك هيبقى ان انت معاك الثنائيه مع بعض. استهدافهم لماتش شيفيلد في ملعب التوتن هيكون استهداف كويس جدا، واتوقع ان هما الاتنين هيكون ليهم ريتيرنز كويسه الجوله الجايه. طالما انت فاتح وايلد كارد لازم تجيب الاتنين مع بعض، لازم ان انت تاخد اكبر استفادة في الوقت القريب، وبعد كده على المدى البعيد ممكن تخلص من واحد منهم عشان تدخل رهان من فرقة تانية. اللاعب التالت اللي معانا هو براين مبومو برنتفورد، اعلى اكسبكتد جولز في الفانتزي، اكتر واحد متوقع ان هو يساهم في جوان في الجولات اللي عدت على معظم الكور الثابته ومع ضربة الجزاء. الى جانب ماتشات برنتفورد ما زالت كويسة والجدولة بتاعتهم مش صعبة الفترة الجاية. اللاعب الرابع اللي معانا هو برونو فرنانديز مانشستر يونايتد، اشوف ان هو اولى من ماركوس راشفورد وارخص منه في السعر، هيديك فليكسابيليتي شويه وهتستفيد اكتر من فرق النص مليون، الى جانب ان هو معاه كل الكور الثابته او جزء كبير منها، الى جانب ضربات الجزاء اللي هي بقت مهمه جدا في الفانتزي. اللعيب الخامس في نص الملعب هو رحيم ستيرلينج، اشوف ان جدول تشيلسي بيفرض علينا ان يكون معانا على الاقل واحد لو احنا فاتحين وايلد كارد. رحيم ستيرلينج جدوله هو اللي بيفرض علينا ان هو يتواجد، ولكن استهدافه هيكون لاربع جولات بس، الجوله الخامسه والسادسه والسابعه والثامنه. من اول الجوله التاسعه اشوف ان تشيلسي مش هيبقى ليها مكان في اغلب سكواداتنا، وده كان واحد من اهم اسباب ليه الجوله التاسعه هي احسن جوله تعمل فيها الوايلد كارد، لان كلنا معانا لعيبه كتير من تشيلسي محتاجين ان احنا نخلص منها. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، لو ما اتفرجتوش على فيديو ليه الجوله التاسعه وهي احسن جوله تعمل فيها الوايلد كارد، انزل اتفرج عليه، هيفرق معاك جدا في الخطه او البلان بتاعتك. احسن 5 لعيبه نص ملعب في الفتره الحاليه سون وماديسون، براين مبومو، برونو فرنانديز، ورحيم ستيرلينج. اعتقد معظم الناس هتستغرب انا ازاي فوتت نص الملعب من غير ما اجيب حد من ارسنال، ولكن انا عامل حسابي على ده كويس ومكفر اللعيبه بتاعه ارسنال بمهاجم وهو جابرييل خيسوس، ولكن عدم استهدافي لحد منهم في نص الملعب علشان انا شايف ان الخمسه اللي موجودين في الفرقه هم اولى من ساكا او مارتينيلي او اوديجارد، بمعنى ان انا لو عندي 6 لعيبه نص ملعب اكيد كان هيبقى السادس هو ساكا، ولكن الخمسه اللي موجودين شايف ان هم رهانات احسن للي بيعمل وايلد كارد من رهانات ارسنال. عشان كده استهدفت خيسوس ككفر لعيبه ارسنال، الى جانب ان هو ديفرنشال جدا 2.5 سيلكتد باي، نسبه ملكيته 2.5%، يقدر ان هو يصنع لك الفرق جدا وتقدر تاخده كفر لساكا ومارتينيلي واوديجارد. واضح ان الراجل بدأ يرجع فورمه شويه او الفول فيتنس بتاعته بدأت تظبط، ونزل اخر ماتش قدام يونايتد قدر ان هو يحط جون في عدد دقائق قليل جدا، ولكن اتوقع مساهمات كويسه جدا للفتره الجايه وبالاخص ضد ايفرتون الجوله الجايه. ماتش ايفرتون وارسنال يا جماعه دايما بيبقى ماتش مفتوح، دايما 4-1 5-2، دي الارقام بتاعه ماتش ايفرتون وارسنال كل سنه سواء في الذهاب او في العوده. اتوقع مساهمات كويسه جدا لجابرييل خيسوس. تاني مهاجم معانا طبعا هو ايرلينج هالاند، مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، ارقام مرعبه، سيلكتد باي 92%، وكل جوله بيعاقب الديفرنشال كابتن واللي بيكابتن ضده وبيضغط عليه وبينزله في الرانك اكتر. اخر مهاجم معانا هو موريس من لوتون تاون، استهدافه هيكون لنفس اسباب استهداف حارس المرمى كامينسكي وكابوري المدافع. لو انت مش مقتنع بحارس المرمى والمدافع اللي انا قلتهم من لوتون اوعى تفوت موريس. موريس هو اهم واحد في الدبل، هيكون الماتشين الى حد ما في المتناول، الى جانب الراجل معاه ضربات الجزاء، ممكن جدا يحط ضربه جزاء في ماتش واسيست او جون عادي جدا في الماتش التاني وتلاقيه طالع ب 15 او 16 نقطه. موريس هو اهم لعيب تقدر ان انت تجيبه في الدبل جيم ويك لو انت بتعمل تغييره فري في الجوله بتاعه الدبل، او لو بتعمل وايلد كارد دلوقتي. فلو بتعمل والد دلوقتي هات موريس معاك وقعده على الدكه عشان تقدر تفضي دماغك ايه التغييرات اللي هتعملها في الجولات الجايه. اهم 3 مهاجمين في الفتره الحاليه لو بتعمل وايلد كارد ايرلينج هالاند، جابرييل خيسوس، موريس لوتون تاون. وده هيكون شكل فريقك النهائي بعد الوايلد كارد. واعتقد ان في ناس منكم ممكن تختلف معايا الراي في شويه لعيبه، او ممكن تكون شايفه ان في لعيبه مهمه انا ما منشنتهاش او ذكرتها في الوايلد كارد بتاعي، وده اللي هستناه منكم في الكومنتات. اكتب لي مين هو اللعيب، اهم لعيب انت شايف ان انا ما اتكلمتش عنه او ما اديتوش حقه ان هو يكون متواجد معانا في وايلد كارد الجوله دي. شكل فريقك النهائي والتشكيل الاساسي بتاعك هيكون 3-5-2. في حراسه المرمى نيك بوب، خط الظهر فابيان شار وماتي كاش وأودوجي، نص الملعب ثنائيه ماديسون وسون، برونو فرنانديز وبراين مبويمو ورحيم ستيرلينج، وفي الهجوم ايرلينج هالاند الى جانب جابرييل خيسوس. اول دكه هيكون موريس، تاني دكه بيرفز ستيبينيان، واخر الدكه عيسى كابوري. التشكيل ده هيفرق معاك جدا لو انت عملته الجوله دي في وايلد كارد، هتقدر ان انت تطلع مراكز كتير جدا
في الشورت تيرم وفي اللونج تيرم هتقدر ان انت تعمل روتيشن بين الناس دي لحد الجوله مينيمم ال10. ممكن ما تحتاجش ان انت تعمل اكتر من تغييرتين او 3 تغييرات، وهتاخد رهانات كويسه جدا في الدبل جيم ويك في الجوله ال7. بالنسبه للناس اللي بتتفرج علينا لاول مره ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتشغل جرسك عشان تمشي معانا جوله بجوله وتشوف كل فيديو جديد. وبالنسبه للناس اللي متابعانا كل اسبوع اللايك بتاعك هيفرق معايا كتير جدا في الفيديو. حاول توصل الفيديو لاكبر عدد. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.